وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ طيبين. اتمنى انكم تدعموا القناة يا جماعة باللايك والسبسكرايب والشير ان شاء الله. اليوم جبنا لكم مقطع جديد، حاولنا نغير شوية محتوى، فجايب لكم اليوم قصة. تخيل يا جماعة، تخيل انك تشتري اليانصيب، تكون انت الفايز، بس ايش وانت ما تدري اي شيء. كيف؟ خلونا نقول لكم تفاصيل قصة اليوم. اسم الشخص بول ليتل. هذا شخص يا طول العمر كان مسافر، فحب انه يريح في محطة زي كذا، فخش السوبر ماركت اللي في المحطة واشترى من اليانصيب. قال بجرب اشوف حظي كيف حيمشي معاي ولا لا. فاشترى من اليانصيب في السوبر ماركت. كانت البائعة اسمها كارلي نونس، 23 سنة. طيب، فاشترت البطاقة، والمشكلة فين؟ المشكلة انه الفاتورة نساها على ليش؟ على الكاونتر حق ليه سوبر ماركت. فرائدة السوبر ماركت طبعا ما صدقت الشيء هذا، على طول حطت الفاتورة ايه على جنب. قالت ايش؟ ان فزنا، وين ما فزنا ما خسرنا شيء، ما اشتريناه احنا، صح؟ فاعلنوا على الفايز، طلع اللي هو بول ليتل، نفس فاتورة اللي اشتراها بول ليتل من نفس المحطة. تمام. فهي شافت الخبر والفاتورة كانت معاها، وراحت قدمت على طول. قالت ايش؟ انا صاحبة الكرت هذا وابغى اخذ الفلوس. طلعت الجائزة طبعا 3 مليون دولار. فاول ما شافوا الفاتورة شكوا بالامر، بسبب ايش؟ انه الفاتورة فيها زي الحريق كذا، حرقت او فيها شيء، فشكوا في الموضوع. فشالوها على السوبر ماركت نفسه وشيكوا على الكاميرات، وشافوا الكاميرات انه صاحب شو اسمه هذا، صاحب البطاقة مو هي. بين في الكاميرا انه بول ليتل هو اللي اشترى البطاقة هذه. فحاولوا يتواصلوا معاه، في الاخير وصلوا له واخذ الجائزة حقه. وهي طبعا اخذ الجائزة وراح شو اسمه سألوه ايش بتسوي في الجائزة وزي كذا. وطبعا اللي يسأل ايش صار لكارلي نونس، طبعا خلاص اتهمت بالسرقة وزي كذا، وحكموا عليها بالسجن وبس. والله تخيلوا يا جماعة الموقف ذا يصير لك، ايش حتسوي يعني والله سبحان الله. اخذ الكرت جاو لين عنده، ضيع الكرت وجات الجائزة لين عنده وبس. والله يا جماعة هنا وصلت نهاية القصة. طبعا قصة قصيرة في هذه بداية ان شاء الله، بداية السلسلة حتكون قصص. فاتمنى انكم تدعموا القناة، لايك سبسكرايب شير، واي شيء يعني تحبوه نضيفه اكتبوا لنا هو في التعليقات، عشان ايش نبدأ نسوي اللي تبوه انتم وبس. والله هنا وصلنا هذا المقطع. السلام عليكم.